ساحرة ملعونة بتخطف الأطفال للمراية بعد ما بتخلي أبوهم وأمهم يدندنوا لحن مسحور لضياع ابنهم. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. بيبدأ الفيلم بزوجين وطفلهم في البيت وبيكسروا كل مرايات البيت ده، لكن وحش غريب بيظهر من المراية وبيخلص على الأب، وكمان الأم بتكتشف إن ابنها مات قدامها. وبنروح بعدها بسنين لراشيل اللي بتعزل برضه مع جوزها لنفس البيت وابنهم الصغير، بس بيجيلها هدية من أمها وهي حاجات اختها اللي كانت عايشة برضه في نفس البيت ده ودخلت المصحة لانها قتلت جوزها وابنها. وبيلاقوا الزوجين نوتة موسيقية في الحاجات دي، فبيحاولوا يدندنوا الاغنية اللي فيها، لكن بيجيلهم تليفون وبينسوا النوتة خالص. وبعد 6 شهور بسبب ظن الطفل بتفتكر النوتة راشيل وبتغني له اللحن اللي فيها، والطفل بينام على طول. وبتقضي بعدها وقت مع جوزها جميل لما بيرجع للبيت، لكن بالليل بتظهر الساحرة الشريرة جنب ابنها، ولما بتروح له راشيل مش بتلاقي حاجة جنبه. والزوج اللي في الحمام بياخد شاور بتظهر مراته راشيل وراه، لكنها بتطلع الساحرة الشريرة وبيتفزع من شكلها جدا اول ما بيشوفها. وتاني يوم برضه بتشوف راشيل حاجات غريبة في البيت وبتطلع تستنى جوزها بره من كتر الرعب. ولما بيرجع بياخد حديدة وبيدخل علشان يشوف ايه هي الحاجة اللي بتتحرك جوه دي، فبيموتها فعلا وبتطلع البغبغان اللي هو مربيه من زمان. وبعدها بيبتدوا الاتنين يقلقوا على مصيرهم، لا يبقى زي اختها وجوزها وابنها. لكن الزوج بياخد الكتاب علشان يعرف اكتر عن الساحرة. وبتكون راشيل نايمة جنب ابنها، لكن بيختفي تحت الغطا ومش بتلاقيه، وبتشوفه وهو ميت فبتتفزع منه جدا، لكنه بيطلع كابوس وبتلاقي ابنها تاني جنبها. وتاني يوم بياخد الاب ابنه للكاهنة وبيعرض عليها اللي حصل وبيديها الكتاب، وبنشوف ان راشيل رايحة لاختها المصحة النفسية، وفي نفس الوقت هي والكاهنة بيعرفوهم بالطقوس، وهي انهم لو دندنوا اللحن بتاع الطفل تبقى هي دي البداية. وبنعرف قصة الساحرة انها ملقتش انسان يتجوزها فاتجوزت من ديب وخلفت منه طفل مشوه، فغارت بعدها من اشكال الاطفال العاديين، وان شكل ابنها وحش. ومن ساعتها وهي بتخطف اطفال البشر واحد ورا التاني للعالم بتاعها. ولما بيرجع الزوج للبيت بيسيب ابنه في الصالة وبيدخل الحمام، لكن بيظهر الطفل ابن الساحرة وبيحاول يجرح طفلهم، لكن راشيل بتظهر ساعتها وبتنقذ ابنها من انه يتجرح. وكمان بيظهر ان اخت راشيل جت معاها علشان تساعدها في طرد الساحرة دي، وفعلا بتغطي معاهم كل المرايات بتاعة البيت اللي ممكن تظهر منها. وبيجي للأب تليفون من طارد أرواح وبيعرفه إنه مستنيه علشان يشرح له اللي هيحصل من الساحرة بالظبط خطوة بخطوة. ولما بيوصل له بيعرفوا إن أول خطوة هي إنهم يغنوا اللحن للطفل، والتانية إنه يقتل طائر في بيته. وبيكون فاضل آخر طقس، وهو إن ابن الساحرة هيوصل علشان يجرح طفلك، ولو عمل كده يبقى خلاص ابنك اتنقل. وبيديله تعويذة وشموع علشان يقدر يقفل كل البوابات بتاعت عبور الساحرة لبيتهم من مرايات البيت. وفي البيت اخت راشيل بتاخد الطفل من ورا راشيل وبتجرحه في ايده وبتقعد قدام المراية تغني اللحن وبتستنى الساحرة تيجي تاخده. ولما بتشوفها راشيل بتتفاجئ وبتعرفها انها عايزة تبدل بس ابنها مع ابن راشيل اللي لسه عايش في العالم بتاع الساحرة، وبتعرفها ان هي اللي مخططة لكل حاجة وان هي كانت مستنياها تولد من زمان، وكمان هي اللي بعتت لها الكتاب الملعون في وسط حاجتها مش امها. وبتوصل الساحرة وبتاخد الطفل فعلا وبيدخلوا الاتنين وراها للعالم بتاعها. وبيوصل بعدها الزوج وبيقول التعويذة وبيقدر يخرج مراته وابنه ويقفل على الساحرة واخت راشيل مع بعض، لكنهم بيكتشفوا ان الطفل اللي خدوه ده مش ابنهم وده ابن اخت راشيل. وبيقعدوا مع بعض يخططوا ازاي يرجعوه وياخدوا ابنهم مرة تانية من عالم الساحرة زي اخت راشيل. ولحد هناك وخلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.